هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا من الفيديو اللي فات. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. عاملين ايه؟ طمنونا عليكم، وحشتوني والله العظيم من اخر فيديو كنا نزلناه. رجعنا بعد شوقة يا عيال. عاملين ايه واخباركم ايه؟ طمنونا عليكم كده تحت في الكومنتات. يلا بقى نخش على الفيديو بتاع النهارده. عملت لكم كده جولة تنظيف حلوة. كان عندي بلكونة كده، انا عندي بلكونتين، فكان عندي واحدة انا قافلاها، فبصراحة بدأت بها معاكم. نضفتها تنظيفة عميقة. البلكونة كانت متمرمطة بصراحة، فنضفتها تنظيفة عميقة وطبخنا و... وانا خرجت ساعة كده وجيت. اليوم كان طويل، بس انجزت فيه حاجات كتير جدا. قمت الصبح، انا كنت مروقة البيت من قبلها بيوم، لان عاملة حسابي ان انا عندي تنظيف البلكونة دي، فكنت مفضيالها يا يوم بصراحة. طبخنا واتغدينا، والبيت كان نظيف، وغسلت مواعين الغدا، وخلصت كل الحاجات اللي ورايا، وظبطت دنيتي، ونزلت. رحت مشوار في السريع كده ساعة وجيت تاني. بس انا كنت نزلت. رحت كده سريعا وجيت خلصت اللي ورايا الحمد لله وانجزنا. انا بقى كنت بصور لكم الطريق. شوفوا يا جماعة، طريق راس البر وجماله وحلاوته وشكل البيوت. انا بحب الطريق ده جدا، بحس ان انا مسافرة، والله العظيم بحس ان انا مسافرة. بستمتع كده بالهوا والبحر راحة نفسية، والله العظيم راحة نفسية. هنا بقى قلت اصور لكم. كان شكل الخضرة وشكل المباني وشكل الحاجات كده جميلة، والله العظيم. مين يا جماعة هنا اللي بيحب راس البر؟ انا بعشق راس البر والله، ونفسي اعيش فيها بجد. مكان كده مريح وهادي للاعصاب. بس انا ما بحبهاش في الصيف بصراحة، بتبقى زحمة جدا، وانا من الناس اللي بتعصب من الزحمة قوي. بحب الهدوء، بعشقها في الشتاء. بس خلاص بقى احنا دخلنا في المدارس وكده، فما عنتش بعرف اروح لها. يلا مش مشكلة، الحمد لله. هنا بقى هنخش على البلكونة. شوفوا يا جماعة المنظر ده، وانا هسيب لكم الفيديو تتفرجوا عليه. هو شارح نفسه. دي بقى الكارثة اللي انا بقول لكم عليها يا جماعة، الجانب المظلم في حياتي والله. والله يا جماعة ال البلكونة دي اقسم بالله ده شهر ونص، بس هي مليانة تراب، لان انا عندي الشارع كله تحت ورش. المهم، الفيديو شرح نفسه. تعالوا بقى اقول لكم الرسالة اللي حرقالي اعصابي دي. يلا بينا نبدأ. بتقولي يا لمياء، مش عارفة ابدأ منين، بس يمكن اول مرة اتكلم مع حد واحس اني هتفهم. انا بشوف فيديوهاتك وحبيت طريقة كلامك وحسيتها مريحة، فحسيت انك ممكن ترد عليا بكلام يفيدني. بص، انا عندي 22 سنة، متجوزة بقالي 3 سنين، عندي طفل، اتجوزت في بيت عيلة وداخلة على اساس ليا شقتي منفصلة عنهم. من تاني يوم جواز ليا انا يعتبر كنت تحت بخدم مع سلفتي. الحقيقة اني كنت في الاول بحاول اتقبل الوضع، خصوصا اني متجوزة جوزي عن حب، فما كنتش عاوزة ازعله مني، فكنت بستحمل كل حاجة واسكت من غير حتى ما اقوله على اي حاجة مضايقاني. حتى اهلي ما كنتش بعرفهم عني اي حاجة خالص، لان ابويا من النوع العصبي. كنت بخاف يعمل اي تصرف يزعل جوزي مني. حصل مواقف كتير وانا حاطه في قلبي وساكته ومش راضيه اتكلم وخايفه من ردة فعلهم لو اتكلمت. بصي هحكيلك. اول الجواز نزلت كالعاده من الصبح. كانت سلفتي اليوم دوت عند امها، كان عليا البيت كله. كانت اخت جوزي اليوم ده عند حماتي. نزلت من الصبح اشتغل في كل حاجة، من طبيخ لترويق لغسيل لكله. فطلبت منها يومها بكل ادب انها تساعدني. حماتي ردت عليا قالت لي هو انتي شايفة ان بنتي خدامة جاية من بيتها تخدم فيكم؟ امم هنا ولا ايه؟ يومها اتصدمت من الكلمة، وبصيت لاخت جوزي لقيتها بتبصلي بقرف من فوق لتحت. دي مرة تانية كان جوزي قاعد بيتكلم مع امه في موضوع له علاقة بالفلوس، فحبيت اتكلم معاهم. هي ردت عليا تقولي قدامه انت ايه اللي بيدخلك في كلامي انا وابني؟ انت فاكرة نفسك مهمة ولا ايه؟ وهو قاعد يتفرج ويرد عليها يقول لها خلاص يا ماما ما قالتش حاجة. لما طلعت شقتي بتكلم معاه يرد عليا يقول لي امي ما اقدرش ازعلها، دي ست كبيرة اعتبريها امك، واوعي تطلعي من النوع الشكاي. مم. لما في مرة طلبت منه بهدوء ان ما عدتش قادرة على خدمة تحت وفوق، يومها يقولي امال انت امك مفهماكي انت متجوزة ليه؟ في مرة كنت تعبانة وما كنتش قادرة اتحرك من مكاني، قمت ونزلت غصب عني من غير ما اعمل اي حاجة في شقتي. طلعت
حماتي طلعت بعد العصر من غير ما تسألني حتى او تعرفني. طبعا ابنها عطيها نسخة من المفاتيح بتاعت شقتي، ففتحت بيتي كان البيت متبهدل من ابني، فشافت البيت بالشكل ده نزلت تلقاه عليا قدام سلفتي وخالة جوزي وطلعتني قدامهم مش نظيفة. ويومها سمعت كلام كتير كسر نفسي بطريقة مش قادرة اقولك عليها. دي حاجة بسيطة من اللي بيحصل فيا يوميا. انا بجد تعبت لدرجة ان انا بتمنى ان حياتي تخلص واخلص من حياتي. انا مش عارفة اعمل ايه، قوليلي بالله عليكي حل غير اني اسيب واتطلق. انا بحب جوزي برغم اللي بيحصل فيا بسببه. طيب ماشي، انا هتكلم معاكي بالعقل. مشكلتك بصراحة حرق دمي بطريقة مش طبيعية. انا ما بحبش يا جماعة البنات السلبية، اللي عايشة حياتها كهوائية. انا مش هزعلك بالكلام، الله اعلم بظروفك والله اعلم انت ايه. مش هزعلك بالكلام، بس الكلام لو يعني انا لو كنت رديت بيني وبينك انا كنت معرفش انا كنت هتكلم معاكي ازاي او ساعة ما قريت الرسالة، لان الكلام حرق دمي جدا جدا جدا. انا شايفة 3 نقط قدامي. انتي اول نقطة، انتي شخصيتك ضعيفة جدا 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 جدا، شخصية سلبية بطريقة مش طبيعية، وشخصيتك حبيبة قلبي ما بتعيش اليومين دول، خصوصا انتي مزروعة في بيت عيلة. تمام. تاني حاجة، جوزك سلبي قوي قوي قوي، وعادي بالنسبة له اهله يحطوا فيكي ما يحطوش مش فارق، وده نابع منك ومن اسلوبك ومن شخصيتك. تالت حاجة، ان انتي بعد اهلك عنك، فاهل جوزك بيستغلوا الحتة دي. طيب هتعملي ايه كالتالي من غير كلام كتير ومن غير ما اقعد اعلق عليكي؟ كل واحد فينا عارف بيمشي حياته ازاي، بس مادامك انتي بتشتكي من حياتك وبقيتي بتتمنى ان حياتك تخلص بالطريقة ديت، فلا حرام عليكي. انتي مش بتغلطي في حق نفسك بس، انتي بتغلطي في حق ابنك كمان. حبيبتي ركزي وفوقي، انتي عايشة في بيت عيلة، ما انتش عايشة في بيت مستقل لوحدك. تمام، دي اول حاجة. يعني بالتالي انت المفروض اصلا تكوني من البداية راحة حاطة لنفسك هدف ان انت هتعملي شخصية في بيت العيلة. بس اللي بتقعد في بيت العيلة، سواء مش بيت عيلة يا جماعة، حتى يعني بيكونوا بنات متجوزين عن بيت العيلة، لازم تعملي لنفسك شخصية في عيلة جوزك. لو ما عملتيش لنفسك شخصية في عيلة جوزك، الكل هيجي عليكي حتى لو انت بعيدة عنهم، هتتهاني من الكل. دول مش اهالينا يا جماعه، اهل جوازاتنا بنحبهم وكل حاجه كويسين معانا وكل حاجه ونحطهم فوق دماغنا ونكرمهم، بس دول يا جماعه مش اهالينا ان احنا نتقبل منهم الغلط ونعديه ونقول عشان حياتنا وعشان وعشان وعشان. حبيبتي انت ممكن تعيشي حياتك كويس جدا جدا جدا، بس انت حاطه لنفسك احترام، حاطه لاهلك احترام، عامله لنفسك شخصيه. كل ما يكون عندك شخصيه كل ما الشخص اللي قدامك هيحترمك ايا كان هو مين. تمام. وانا شايفه ان من سلبيتك جوزك برضو بقى سلبي تجاه اي حاجه انت بتصدر لك من اهله. تمام، فهو مش هيدي رد فعل طول ما انت ما بتديش رد فعل. اول حاجه، انتي اقعدي مع جوزك اتكلمي معاه بهدوء وفهميه ان الوضع مش عاجبك وانك تعبانه في الوضع ده مضايقك جدا، ولو ما تدخلش انتي هتضطري ان انتي تدخلي حد من اهلك يتعامل او يحللك الموضوع دوت. بس اتكلمي معاه بالراحه من غير مشاكل من غير خناق، اتكلمي معاه بالعقل، وهو لو بيسمع هيسمع منك خلاص، ويحاول ان هو يحل معاك الموضوع بقى، يتكلم مع والدته. دي حاجة. تمام. في حاجة كمان انتي قلتها لي ناحية جوزك مضايقاني جدا، اللي هو بيقولك امال انتي والدتك مفهماكي ان انتي هتتجوزي ليه؟ لا يا حبيبتي، انتي مش متجوزة يا ماما عشان تخدميه وتخدمي اهله، لا. انتي لو جيتي تبصي للقانون والدين والشرع ودينك اللي انتي يعني دين الاسلام، دين الاسلام ما بيقولكش حتى ان انتي تخدمي جوزك. خلاص، واجب على جوزك ان هو يجيب لك خدامة تخدمك. ماشي. دي اول حاجة، يا ريت تفهمها له وتجيبي له اثباتات بالدين، وتجيبي له فيديوهات لشيوخ بيقولوا الكلام دوت. ابحثي هتلاقي الكلام ده يا ماما. مفيش حاجه اسمها انا مجبره ان انا اخدم جوزي واهله، مفيش الكلام ده. تمام. دي اول حاجه. بس احنا كزوجات عادي بنعمل في بيوتنا، دي بيوتنا احنا قاعدين فيها، بس مش اجبار علينا. خلاص. دي فهمها لجوزك كويس قوي، وفهميه ان هو لو ما اخدش موقف انت هتضطري ان انت تدخلي اهلك، وما تخافيش ان انت تدخلي اهلك. ساعات الاهالي بيكون ليهم رد فعل كويس ناحيه ولادهم. وجود اهلك معاكي قدام اهل جوزك بيعمل لك قيمة قدام اهل جوزك، حتى لو هم يعني ناس لو بلسم. تمام.
خلي اهلك يا حبيبتي في الصورة. مفيش حاجة اسمها زعل جوزي، جوزك مش هيزعل وجوزك مش هيحصل له حاجة. جوزك لو يرضى اللي انت فيه كده يبقى هو راجل مفتري، ما تزعليش مني، يبقى هو راجل مفتري تمام وظالم لو هو راضي باللي بيحصل فيكي. بس انت هو ساكت بسبب ان انت ساكتة. فانت ابدأي وجهي وابدأي قولي ان انت متضايقة من الوضع، ما انتش عارفة تعيشي كده، ما انتش عارفة تتأقلمي، انا عاوزة انفصل في شقتي. او مش مشكلة ان انت تنفصلي بشكل نهائي، ممكن يبقى لك ايام تحت وايام فوق. غلط الاختلاط الكتير، وغلط ان انت قاعدة وطالعة ونازلة معاهم. اعملي لنفسك شخصية، اعملي لنفسك قيمة، اعملي لنفسك كلمة. اللي يكلمك كلمة خليه يعرف ان انتي هيكون ليكي رد فعل مش هيعجبه، فبعد كده يحترموا ان هما يتكلموا معاكي نص كلمة ما تعجبكيش. خلي ليكي حبيبتي وزن وشخصية. اللي بيحترم نفسه الناس بتحترمه، فانتي احترمي نفسك عشان الناس تحترمك وتحترم ولادك في المستقبل. لان زي ما انتي بتتعاملي دلوقتي ولادك هيكبروا وهيتعاملوا من نفس معاملتك. فغلط ان ولادك يطلعوا يشوفوا امهم سلبية بالطريقة دي. بعد كده اما يكبروا هيلوموكي على اللي انت بتعمليه ده، وهيلوموكوا على اللي هيتعمل فيهم، سواء من والدهم او من اهل والدهم. خلاص، دي نصيحتي ليكي. اعملي يا حبيبتي لنفسك شخصية، خشي على النت شوفي فيديوهات، شوفي حقوقك يا ماما، شوفي البنوتة اللي بتتجوز من حقها تعمل ايه وما تعملش ايه، واتكلمي بالعقل وبالراحة. شفتي العقل والراحة ما جابوش نتيجة معاكي، دخلي اهلك يتكلموا بالعقل وبالراحة وبالاصول. بس ده اللي انا شايفاه، رجالتك يتكلموا، ده مش عيب وده مش حرام. انت بتقولي لي من الاول خالص كنت فاهمه ان انت ليكي شقتك مستقله لوحدك، رحتي لقيت الوضع مختلف. فهو ده وضعهم وده حياتهم، مش مشكله. بس انا عندي قوانيني، انا همشيها في بيتي. انا مش عايزه هنزل بالقليل. يا جماعه الاختلاطات جامده وحشه جدا 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 جدا، وهتضرك في المستقبل. ما تفضليش سلبية، ومفيش حاجة اسمها انا خايفة على زعل جوزي. جوزك لو راضي عليكي كده زي ما قلتلك يبقى هو راجل مفتري تمام. استهدي بالله كده وصلي صلاة استخارة، وحاولي ان انت تتكلمي معاه بالعقل وظبطي دنيتك. بس دي نصيحتي ليكي. انا كده خلاص يا جماعة، انا خلصت الفيديو، وانتوا برضو قولوا لها رأيكم في الكومنتات. وشكرا. لو لسه بتسمعوني لحد الآن، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. كده فيديونا خلص. يا رب يكون الروتين عجبكم. يا جماعة انا اتحرق دمي والله، بس مش مشكلة، يلا الحمد لله عادي. ربنا يهدي البنات يا رب، وربنا يهدي. ما تتجوزوش يا جماعة في بيوت عيلة، عشان خاطري ما تتجوزوش. بلاش في بيوت العيلة دي. انا بالنسبة لي واهون عليا اتجوزي في شقة ايجار احسن ما تتجوزي في بيت عيلة، تروحي عيلة كاملة بتتحكم فيكي. ربنا يا بنتي يسهلك حياتك يقدم لك الخير. حاولي ان انت تتكلمي زي ما قلتلك، وحاولي ان انت تدخلي اهلك. اللي هيحللك الموضوع ده كله هو اهلك. ما تخافوش من اهلكم يا جماعه، والله العظيم هما مهما كان برضو اهلينا وبيخافوا علينا وبيدوروا على مصلحتنا. بس هنا الفيديو خلص. حابه اشكركم. لو لسه مكملين استناكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.